شكرا السيد الوزير على الرد ديالكم مفصل والدقيق. اكيد ان هذا الملف ديال تدبير النفايات المنزليه ملف معقد متداخل مطروح دائما وبالحاح. ما نكروش الجهود اللي بذلتها الدوله في هذا القطاع وخاصه تدبير النفايات المنزليه. كيف ما كتعلموا السيد الوزير، تدبير هذه النفايات المنزليه هو من الاختصاصات الذاتيه والاساسيه للجماعات الترابيه، وبالتالي في الدعم الكبير يجب ان تحظى به هذه الجماعات، سواء من خلال تزويدها بالآليات والمعدات اللازمه او من خلال ميزانيات تغطي الحاجيات الملحه لهذا القطاع. الوقت لا يسمح السيد الوزير. نعطيك نموذج ديال مدينه اسفي. نحن الان بصدد اعداد دفتر تحملات جديد للنفايات بالمدينه. ملي كنديروا مقارنه مدينه اسفي مع مدينه تطوان تقريبا نفس عدد الساكنه، مدينه اسفي الشساعه ديال المدينه والتوسع العمراني، الميزانيه المخصصه حاليا لجمع النفايات 42 مليون درهم. ملي درنا الدراسه لقينا بان باش نكونوا مثاليين او في يعني فيما هو يعني ضروري خصنا 85 مليون ديال الدرهم.